قال صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، وفي لفظ من حفظها دخل الجنة. ما هي هذه الأسماء؟ حاول كثير من أهل العلم أن يحصوا هذه الأسماء اللي هي 99 اسم، واختلفوا فيها حقيقة، يعني في إحصائها وعدها، وبعضهم تعدى 99 اسم كما فعل ابن العربي رحمه الله تعالى. فيقولون 99 اسما يعني توجد غيرها قطعا، كما جاء في الحديث يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان الحديث يعني فيه كلام في ثبوته: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذا الحديث فيه كلام في ثبوته، لكن إن صح فدل على أنه هناك أسماء أخرى لله تبارك وتعالى غير 99، خاصة مع الحديث الآخر الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة المشهور قال: حتى يأتي الناس إلى عيسى فيقول: اشفع لنا عند ربك، فيقول: لست لها، اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم ذنبي وما تأخر، فيأتونني فأقول: أنا لها أنا لها، فآتي فأسجد تحت العرش فأحمد الله بمحامد أعلمها ثم يلهمني محامد لا أعلمها. قالوا هذه فيها، لأنه يحمده بماذا؟ يحمده بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، فدل على أنها تتجاوز 99 اسما. فعندما أقول أنا عندي 100 دينار وأنا صادق عندي 100 دينار، لكن لا يعني أني لا أملك غيرها، ولكن تخفيفا من الله على العباد قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، لأنه إذا أراد إحصاء أسماء الله كلها لا يستطيع، فأراد أن يهون على الناس فجعل هذه الأسماء 99.